السلام عليكم ورحمة الله. يا ريت قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة. تعال نشوف الموضوع ده بقى اتفقوا فيه على ايه. لازم نعرف النهاردة اللي تم الاتفاق ما بين المغرب وما بين الجزائر، لقاء رئيس الفيفا ورئيس الكاف. النهاردة الاتفاق اللي تم ما بينهم على إنها تسافر طيارة واحدة مغربية إلى الجزائر، ومش هيتم أي نقل مشجعين للجزائر. مفيش أي مشجعين مغربيين هيروحوا الجزائر نهائيا، يعني فريق المغرب هيروح هو بس على الطائرة الخاصة بيهم، ومش هيتم ذهاب أي مواطن مغربي. مش هنشوف في المدرجات أي مشجعين مغربيين، وهو ده الاتفاق اللي وصلوا له. وقالوا علشان ما يتمش أي إزعاج أو أي مشاكل ما بين المغرب وما بين الجزائر، فاحنا مش عاوزين أي مشاكل، فعلشان كده هيبقى مفيش أي مشجعين من المغرب. طبعا تخيلوا المدرجات مفيش أي حد هيهدف باسم المغرب نهائيا. أرجو الرد على الكلام ده، هل ينفع أم لا؟ وهل ينفع المغرب تروح من غير جمهورها العظيم؟ أرجو الرد. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.